محمد السادس نصره الله مرفوقا بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند على تدشينها اليوم بطنجة إلى ضمان استغلال ناجع ومستدام لهذه القطارات. عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ومحمد ناطق. البداية كانت في شهر شتنبر من سنة 2011 حيث تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة، والذي يندرج في إطار سياسة الأورش الكبرى التي تشهدها المملكة. أولى بنيات هذا المشروع المهم يبرز في منطقة مغوغة عند مدخل مدينة طنجة، حيث تمت تهيئة مساحة 14 هكتار لتكون منطلقا فعليا لوضع القطارات فائقة السرعة على سكتها الحديدية، استعدادا لتقديم خدماتها موفرة نقلا مريحا وفي مدة زمنية قياسية. ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة استقبلت لحد الآن قطارين من بين القطارات 30 التي بإمكانها متابعة وضعيتها التقنية والفنية. هو مشروع متكامل لكي يأهل بلادنا أولا باش يكون عندنا نقل سككي في المستوى اللي يمكننا نعموه في الجنوب ونعموه في الوسط ونعموه في الشرق ان شاء الله مستقبلا. غنستافدوا من الاخطاء ومن الايجابيات، ثم ايضا غادي يساعدنا باش الان بعدما نجحنا في صناعه السيارات وصناعه الطائرات باش ندوزوا ان شاء الله الى صناعه قويه في المجال السكك الحديديه. بناء هذه الورشة وكذا مختلف المشاريع المهمة المرتبطة بالنقل السككي فائق السرعة مكن لحد الآن من بلوغ نسبة 75% من الأشغال، والتي ستمكن من إطلاق أول قطار فائق السرعة سيربط بين عاصمة الشمال مدينة طنجة والعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. فيما يخص الأشغال ديال ودس كالحديدية والتجهيزات السككية غنشرعوا فيها إن شاء الله قبل من أواخر سنة 2015 على أساس أنها تستمر في غضون 2016 والأسس الأول 2017. التجارب غتبدا تقنية في الخط الفائق السرعة في البداية في الأسس الأول 2017 وغتستمر أواخر 2017 على أساس باش يكون الاستغلال التجاري ديال قطار فائق السرعة ما بين طنجة والدار البيضاء إن شاء الله في غضون الأسس الأول ديال 2018. إجراءات عملية ستمكن من الانطلاقة الفعلية لخدمات هذه القطارات فائقة السرعة في نقل المسافرين بين طنجة والدار البيضاء مع النصف الأول من سنة 2018، لتكون استمرارية لإنجاز محاور أخرى ستوصل النقل السككي فائق السرعة إلى أكادير جنوبا ووجدة شرقا على طول شبكة حديدية تناهز 1500 كيلومتر، وهو ما يجعل من المغرب أول بلد إفريقي وعربي يمتلك هذا المستوى التكنولوجي العالي. وعن أهمية ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة التي دشنها اليوم جلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند، يقول رئيس شركة ألستوم: La fierté et le plaisir pour Alstom d'être associé أكد رئيس شركة ألستوم للنقل أن مشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء يشكل النواة الأولى لتعاون سككي مغربي فرنسي هام سيتسع ليشمل أصنافا أخرى من الآليات. وبعد أن أكد فخر واعتزاز شركة ألستوم بحضورها في مراسم تدشين ورشة صيانة قطارات فائقة السرعة، أشار إلى أن القطارين الموجودين بالورشة خضع لعملية التجميع في فرنسا، لكن تصميمهما تم بشراكة مع مقاولات مغربية. كما أوضح أن هذا المشروع الهام يشكل نجاح شراكة كبرى وصداقة أكبر. وبطنجة دائما استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند كلا من رئيس الحكومة ورئيس مجلس